مرحبا. اليوم راح نسوي البيتزا الإيطالية، وهم راح نطلع منها البيتزا الأمريكية. المقادير اللي راح استعملها أنا اليوم راح استعمل كيلو طحين. المي راح أبدي بنص لتر. بصراحة احنا نسوي كميات كبيرة بالمطاعم، فراح أبدي بنص لتر مي وبعدين نشوف إذا نحتاج أكثر. نستعمل ملعقة دهن، وراح استعمل وياها ملعقتين زيت. أشوفكم ايش وقت أضيفه. ملعقة كوب سكر، نص ملعقة كوب ملح، وخميرة ملعقة تقريبا، خميرة جافة أو خميرة تازة إذا عندكم. وراح نستعمل بيضة واحدة. فاللي راح أبدي أضيف المي أول شي. نشغل العجانة نضيف الملح. هذا المي فاتر، يعني قريب على البارد مو دافي. نضيف السكر والخميرة والدهن. ونضيف البيضة. وهسه نبدي نضيف الطحين. نضيف الطحين شوي شوي. راح أعلمكم طريقة تقطيعها ولفها همين، وطريقة فتحها شلون ما يسووها بالمطاعم. هسه هذا صار شكل العجين. نطفيه. ضفت لها 100 مليلتر مي بعد، فصارت العجينة زينة هسه. يعني تماسكها زين، واحد يقدر يفتحها براحته. لا تكون قوية كلش على مود لا تتعبنا بالفتح، ولا تكون طرية حتى لا تلزق باليد. فهسه اللي راح اسويه راح اضيف زيت عادي يعني، ونشغلها. هسه العجينة صارت جاهزة، وهيج صار شكلها. اشوفكم شلون صارت. عجينة زينة ومتماسكة. هسه اللي راح نسويه راح نشكلها ونقطعها. احنا ما نخليها ترتاح، نريحها بغير طريقة. نحط شوية زيت، نشيلها. عندنا هاي القطاعة راح نستعملها. شو اسمه اللي يستعملوه البيتزا اللي يستعملوها بالمطاعم تكون وزنها 250 غرام. فتكون تقريبا يعني هاي تقريبا هسه 250 غرام 240 غرام. فهم هسه هاي نفس الوزن. اللي يسووه يلفوها بهالطريقة هيك. إذا واحد يريد يتعلم اللف، بعدين يكون هنا هذا يسدوه، فتصير بهالشكل. ونخليها بالصينية، يعني يلفوها وبعدين يريحوها. وانتو سووا الكميات، إذا تريدوها صغيرة مثلا تقدروا تسووا كميات صغيرة. هم نفس الشيء نلف هم على نفس الشكل. ممكن تصير هاي الكمية صغيرة لحمة بعجين تكون زينة، ممكن نسوي لحم بعجين بيها. هيك يكون شكلها. أو إذا تريدون بيتزا كبيرة مثلا للعائلة، واحدة كبيرة، هم يسووها تقريبا 400 غرام الفاميلي بيتزا فايتكم. فهسه هاي نخليها، أنا قطعها ما راح أخليها كبيرة. خليها ترتاح 5 دقائق برا، ونخليها في الساعة بعدين بالثلاجة، ونطلعها ونشتغل بيها. هسه هذا صار شكل العجين ورا ما خليناه ساعة بالثلاجة.
هسه نقدر ناخذ قطعة واحدة نحط شوية طحين. أعلمكم طريقة الفتح شلون يفتحون البيتزا. فهم شو اسمه هسه يسووا هيك يخلون بيها حافة. بعدين نحط شوية طحين بنصها. فنفرها هيك. أصابعنا ما نطلعها برا، نخليها جوا. فأي ورا ما سويناها فنفرها هيك، نخلي نصها نازل جوا. شوفكم شوي بالكاميرا يكون هيك نازل منها. شايفين العجين شلون متماسك وزين؟ فهي هاي الطريقة اللي يسووها بالمطاعم. هم يستعملون فرن مع المطعم يكون حجر من جوا، تكون حرارته تقريبا 300-325، يكون كلش حار. بس احنا بالبيت عندنا الفرن العادي نحطها بالصينية، فنحطها على درجة حرارة 200-225. هناك تاخذ 4 دقائق، عندنا تاخذ أكثر. راح أحطها بهاي الصينية. ليش تطلع؟